الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ما نسمع عندكم في النسخة والطاهر الطيب هو الطيب الطاهر، ها؟ والطاهر الطيب مختلف النسخ. وبعد 40 عام ولا بعد عام 40؟ وبعد 40 عاما، وبعد عام مختلف. أنا عندي وبعد 40 عاما. طيب، مر معنا في الدرس المتقدم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الهجرة إلى بلاد الحبشة وإسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. فحمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وعمه أخو أبيه، ورضع معه من ثويبة ولاة أبي جهل. طيب، كم عدد الهجرات التي هاجرها المسلمون إلى الحبشة؟ مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع؟ كم عدد الهجرات، ليس عدد الذين هاجروا. كم هاجروا مرات إلى بلاد الحبشة؟ مرة أو مرتين أو ثلاث؟ مرتين. في المرة الأولى كم كان عددهم؟ لا، الهجرة الأولى 4 من النساء. كم من الرجال؟ لا، 12 من الرجال. وفي الهجرة الثانية 83 رجل ومعهم أولادهم حتى بلغوا 100. وكم من النساء؟ كم من النساء؟ وهن 10 و8، أي 18 بلغتكم لبن بس. ومتى أسلم حمزة رضي الله عنه؟ في العام السادس. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام. مات أبو طالب ذو كفالته، ما في تنوين. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. وبعد أي بعد مضي 9 سنين من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعثته، في السنة 10. ودخل في السنة 10، دخول السنة 10. مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كفله بعد موت جده كما تقدم معنا. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. فبعد أن توفي جد النبي
صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب، كفله النبي كفله أبو طالب عمه، كفله أبو طالب عمه منذ صغره، وجده عبد المطلب بعد 8، أي بعد 8 سنين من مولده، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كفله أبو طالب من صغره حتى يعني كبر عليه الصلاة والسلام. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع كفار قريش أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زالت قريش كاعة حتى توفي، أي لم يستطيعوا أن يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب. وفي لفظ: ما نالت مني قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وفي لفظ: ما زالت قريش كافة عني حتى مات أبو طالب. فتوفي أبو طالب في السنة 10، توفي أبو طالب في السنة 10 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خديجة. وبعد كما سيأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وكان موت أبي طالب بعد خروجهم من الحصار، بعد خروجهم من الحصار، عندما حاصر قريش بنو هاشم في الشعب ومنعوا عليهم الطعام، منعوا عليهم أيضا الشراب، حتى كادوا أن يموتوا، كادوا أن يموتوا. تحالفوا عليهم، تحالفت قريش على بني هاشم وحاصروهم في الشعب مدة 3 سنين، مدة الحصار قريب من 3 سنين. فبعد أن خرجوا من الحصار ومن شعب بني هاشم، توفي أبو طالب كما ذكر أهل السير بنحو 6 أشهر بعد خروج من الحصار، ب6 أشهر توفي أبو طالب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان عمه، على أن يؤمن أبو طالب وأن يختم له بالحسنى ليقرب بالجنة. ولكن شياطين الإنس من قريش تمسكهم بالجاهلية حالت بينه وبين أن يؤمن، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وهو يحتضر، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من كبار قريش، أمية أو نسيت اسمهما، فقال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟
فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك والكفر ولم يسلم. فلذلك يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويعني كان يدعو لعمه أبي طالب، ولكن الله عز وجل نهاه عن ذلك، فقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. بعد ذلك لم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، ومنهم عمه أبو طالب. فأبو طالب مات كافرا ولم يسلم. أما من يقول هو أسلم فليس عنده دليل، وهذا يعني خطأ، هذا خطأ كبير. فأبو طالب لم يسلم، والدليل الحديث الذي تقدم معنا، وهذا بالاتفاق أيضا أن الآية نزلت في أبي طالب، الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب هو كان من المشفقين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، ومنع يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عدوان قريش. منع أبو طالب أن يعتدي المشركون وكفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تستطع أن تصل إلى النبي، أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. وهناك عجائب من نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذود عنه بالنفس والنفيس، وما حصل من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء سلأ الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك من خنق النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب، وكذلك عزم أبي جهل أن يطأ برجله عنق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل بعد موت أبي طالب، وإلا كانوا قبل ذلك لا يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ما جاء أن قريش آذت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فألقت سلأ الجزور يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأمعاء حق يعني الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكذلك خنق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان بعد موت أبي طالب، ودافع عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني قال المؤلف رحمه الله: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. وهذه أيضا خديجة رضي الله عنها من المشفقين على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة خديجة يعني الجليلة المهيبة في قومها رضي الله عنها وأرضاها. فقد يعني بشرها الله عز وجل بالجنة، بشرها ببيت فيها من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت خديجة أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقت ببعثته عليه الصلاة والسلام، فكانت تعينه، وكانت يعني وزيرة صدق وناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمع شيئا مما
يسوءه إلا فرج الله بها عنه، فتأتيه وتصبره ويعني تعينه بالكلام وتهون عليه المصائب وما يلقاه من قريش، وتشجعه على المضي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فلما ماتت خديجة اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقلل الخروج لأن قريش بعد ذلك تمادت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعدت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاتفاق أن أبو طالب وخديجة ماتا في عام واحد، أن أبا طالب وخديجة ماتا في عام واحد، فمات أبو طالب أولا ثم خديجة ماتت بعده، قيل ب3 أيام وقيل ب30 يوما وقيل ب35 يوما، ويعني على خلاف، والأقرب كما ذكر أهل السير أن بعده ب3 أيام، وليس هناك كبير فائدة. المهم أنه مات في عام واحد، ثم حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وعلى موتهما، وتطاولت بعد ذلك قريش على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا على أن يقتلوه. ثم بعد ذلك كما سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة موت أبي طالب ب3 سنين، هو مات في العام 10، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في العام 13، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في العام 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.